اليوم رح أحضر كوكيز نيويورك ورح أقلكن كل تفاصيلها لحتى تطلع معكن ناجحة والشوكولا دايبة واخد اللون الذهبي، ورح نحشيها أكتر من حشوة. خلونا نشوف سوا كيف رح حضرها. أول شي عندي 100 جرام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة ما تكون دايبة، نص كوب من السكر البني الرطب وربع كوب من السكر الأبيض. منحركهم بهاي الطريقة لحتى يختفي عندي السكر. بعدين بضيف بيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا. وهلا بالمضرب الكهربائي من دقيقة لدقيقتين، فينا نستخدم اليدوي بس نخفقن كتير منيح. وهلا رح ضيف ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة بيكربونات الصودا اللي هي بيكنج صودا كمان، ورشة ملح ومنخفقن. وهلا بضيف كوب ونص من الدقيق الأبيض الطحين العادي ومنحركهم بهاي الطريقة ليختفي عندي الطحين. بتتشكل عندي عجينة ما بتلزق مثل ما شايفين. هون رح أضيف ربع كوب من حبيبات الشوكولا، شوكولا بحليب أنا استخدمت لأنه بدي أحشيها، بس إذا أنتم ما بدكم تحشوها بتضيفوا نص كوب. شايفين فتحتها حشيتها شوكولا. لازم تستخدموا الشوكولا معمولة بزبدة الكاكاو مش بالزيت الصناعي. هيدي الكاكاو بتدوب معنا بكل سهولة، أما إذا استخدمتوا تبع الزيت رح تجمد وما رح تدوب. هاي حشيتها كندر ومنشكلها بشكل عشوائي مثل ما شايفين بالأصابع، وفيكن تشكلوها كمان بهاي الطريقة مثل ما شايفين. وهلأ بدخلهم على الفريزر وهن بالصحن تقريبا نص ساعة. بعدين فينا نحطهم بعلبة ونفرزهم أو نستنى عليهم ساعة ونخبزهم. وهلأ رح صفهم نتركهم بشكل متباعد في مسافة بيناتهم. بدخلهم على فرن حامي صارله 10 دقايق من تحت. هلأ بحطهم بالرف النصاني، النار من فوق ومن تحت 6 دقايق بالضبط. بتاخد هيدا اللون اللي انتو شايفينه. أول 5 دقايق ما بندقرها أبدا لحتى تمسك، وبعدين رح فرجيكن اخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. ما تطولوا عن ال6 دقايق. رح فرجيكم كيف الشوكولا دايبة من جوا وهشة وطرية. هاي الكندر ورح فرجيكم الشوكولا التانية. بتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم، وألف صحة وعافية.